رجعت لكم النهارده بفيديو يناسب رمضان، بنتكلم فيه على العصاير بتاعة اللي ممكن نشربها من أي سوبر ماركت أو من المعلبات اللي موجودة في السوق. في 3 أنواع من العصاير ممكن تكون شركة واحدة بتعمل ال3 أنواع، وال3 أنواع دول في حاجات فيهم الأحسن من الأسوأ للأحسن هاقولهم. أول حاجة هي اللي مكتوب عليها شراب، اللي مكتوب عليه شراب ده بيبقى عبارة عن 10% بس عصير و90% مَيّة بسكر ومواد حافظة. النوع التاني هو اللي مكتوب عليه نكتار، ده بيبقى 40% عصير فاكهة والباقي مواد حافظة ومَيّة بسكر. النوع التالت وده اللي بافضّله اللي مكتوب عليه عصير، ده بيبقى 100% عصير طبيعي مع بعض شوية المواد الحافظة اللي ممكن تخلّيه يستمر في برّه التلاجة أو في التلاجات اللي في السوبر ماركت فترة طويلة. في بعض الشركات من غير ذكر أسامي بدأت تعمل عصاير طبيعية مدة صلاحيتها 3 أيام، دي ممكن تكون كويسة. إحنا بنحاول ندوّر على أحسن جودة نقدر نقدّمها لأولادنا ونقدر تحافظ على صحتنا وما تعملناش مشاكل. دايمًا لمّا أحب أدوّر على عصير، أدوّر على عصير مكتوب عليه عصير مش شراب ومش نكتار، عشان صحة أولادنا وصحتنا كمان في المقام الأول.